في تجربه نفسيه مشهوره جدا اتعملت زمان. جو مرغوت وحطوه في برطمان ازاز وقفلوا عليه بغطاء. المرغوت فضل ينط بكل قوته عشان يخرج، وكل مره كان بيخبط في سقف البرطمان ويقع. فضل يحاول ايام لحد ما استسلم وبقى بينط نطه قصيره ما بيخبطش فيها في السقف. الصدمه كانت لما شالوا الغطا خالص. البرغوت فضل ينط لحد ما المستوى اتعود عليه بس، وما حاولش يخرج تاني ابدا، مع ان خلاص السما بقت مفتوحه قدامه. انت هو البرغوت ده، احنا كلنا البرغوت ده. احنا كلنا اتسجلنا في البرطمان واحنا عندنا 20 سنه. اتخبطنا مره في التعليم، مره في الوظيفه، ومره في كلام الناس، لحد ما برمجنا عقلنا ان هو ده اخرنا وهو ده سقفنا. الغطا اي نعم اتشال من زمان، بس احنا لسه في مكاننا، خايفين نعلى ونعدي السقف، واقنعونا ان هو ده الواقع، واحنا كده ناس عاقله وتمام. المرعب ان السجن ده مش غطا واحد، ده 4 مراحل من الموت اللي منسوكات بيتحطوا فوق دماغنا بالترتيب عشان يضمنوا ان احنا مش هنعلى عن سقفنا ابدا. ولو بصيت حواليك هتلاقي ان احنا محبوسين في مرحله ما من ال4 دول، وبنعيش حياتنا بنحاول بس نتاقلم مع الحبسه دي. بس انا مش جاي اخنقك، انا جاي لك نعدي سوا على ال4 مراحل دول عشان نوصل لمرحله رابعه، المرحله اللي هتفهم فيها انك مش محتاج تخرج من البرطمان، لان البرطمان اصلا ملوش وجود، ده مجرد وهم في خيالك. بتدخل في فاخر 20 السن اللي المجتمع فيه اقنعك انك وصلت، ولازم تحسم امرك دلوقتي في كل حاجه: وظيفه ولا عمل حر، تسافر ولا تقعد في بلدك، تتجوز ولا تستنى تبني نفسك الاول. الخوف بيمسك رقبتك، بتخاف تسيب وظيفه بتكرهها عشان الستر، وبتخاف تدخل تجربه جديده عشان المخاطره. كل الضغط ده بيخليك تخاف من التجربه، تخاف من انك تجرب وتفشل، تقوم وتقع. احلامك بتصارع الواقع، بتبدا تقارن بين الصوره اللي كانت في خيالك وبين المكتب اللي انت قاعد عليه. الواقع بيبدا ياكل من احلامك حته حته لحد ما تقتنع ان احلامك كانت طيش شباب لازم تخلص منه عشان تعيش. الاستسلام اهو ده اللي موجود. هنعمل ايه يعني؟ بتبدا تقبل بانصاف الحلول: نص حب، نص شغف، نص طموح، نص حلم، نص امل. ليه تتعب نفسك في محاوله المستحيل وانت ممكن ترضى بالمتاح؟ ليه هتعاند الواقع؟ الخوف بيمسك ايدك، بتخاف تجرب حاجه جديده عشان المرتب، وبتخاف تسيب اللي عارفه عشان المجهول. بتتاكد ان الاستسلام هو الحل، وبتلاقي نفسك لبست في فخ المسار المرسوم، القضبان اللي غيرك حطها لك وقال لك امشي عليها. حس ان حياتك انتهت بمجرد ما اتخصصت او اشتغلت، وان اللي جاي كله مجرد تحصيل حاصل لحاجه اصلا غيرك هو اللي اختارها لك مش انت. اليأس، الاحلام بقت مكلفه، محتاجه سهر وتعب ومخاطره، بتبقى صوتها عالي، بس مع الوقت بنتعلم ازاي نخنقها. بطلنا نحلم لان الحلم بيحسسنا بالذنب، بيعرفنا اننا مقصرين في حق نفسنا. بنقفل الباب وبنرمي المفتاح وبنقول كفايه كده احلام، مش هنكون اجمد من الناس. غيرنا اليأس حماه وقدر يعدي وهو عايش حياته حتى لو مش مبسوط. اقدر انا كمان اقتل احلامي واعيش نفس الحياه المرسومه ليا بدون ما اغير فيها حاجه. يمكن لو غيرت اندم وما وصلش لحاجه. نام يا حبيبي عشان نعرف نعيش، نام وكل حاجه بكره هتبقى تمام. رساله امل، اسمعني بس، الموضوع مش انك تهد حياتك وتبدا من الصفر رغم ان ده متاح. القصه كلها في انك ما تبقاش نسخه من غيرك، ما تقبلش بحاجه انت مش لاقي نفسك فيها. مش بقولك اتبع شغفك بقى والكلام الاهطل ده لانه غلط، لكن اللي اقصده انك في اي وقت تقدر تبدا من جديد طالما انت في المكان اللي انت متاكد انك مش هتقدر تقدم فيه اللي المفروض يكون. العمر مجرد رقم، وطالما لسه في نفس خارج تقدر تحلم وتقوم تشوف اللي انت خايف تعمله وتبدا فيه. مهما كان عمرك، مهما كان الثمن اللي دفعته عشان توصل لمكانك دلوقتي، لسه تقدر تدفع ثمن التغيير. وافتكر البرغوت اللي فضل ينط في البرطمان وهو ما فيهوش غطا، تقدر ما تبقاش زيه وتطلع وترجع تغلط وتجرب وتفشل وتنجح، وتجرب وتفشل وتنجح وتعيش.